حبايب قلب ام لولي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا حبايب قلبي. تاني يوم مدرسة وشعور حلو ان انتي تبقي بتقومي وتبقي عندك هدف كده. يعني هو الاول الواحد كان عنده هدف وكان عنده كل حاجة، بس بصوا طبعا بقى البلكونة تضرب تقلب. الواحد زمان كان عنده هدف وكل حاجة، بيصحى ورا اكل ورا شرب. بس لا، شعور حلو ان انتي تصحي وراكي هدف عايزة تعمليه. في حاجة بتصحي بدري عشانها. بجد هو شعور جميل. يعني عايزاكم بقى ايه كلكم كده تقولولي ايه، انتوا اول سنة ليكوا في المدرسة مع اولادكوا ولا بقالكوا فترة مجربين الموضوع ده؟ كله كده ايه يرد عليا في التعليقات كده ويقولي يعني انتوا حاسين بايه. هل انتوا ملين من الموضوع ولا الموضوع حلو بالنسبة لكم زي ما هو حلو بالنسبة لي؟ طبعا مع بداية الفيديو نجري بسرعة على الكومنتات، نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، عشان الفيديو بتاعنا يبقى فيه بركة واكسب حسنات واكسبكم معايا حسنات. طبعا روتين تاني يوم في المدرسة. طبعا يعني انتوا عارفين بقى ايام المدارس الواحد بيصحى بدري. صحيت بدري جدا جدا، كنت ظابطة المنبه على الساعة 6 الصبح. طبعا اول ما المنبه رن بقوم على طول، ما بستناش حتى ان انا افوق. قمت على طول. صحت لولي، هي بصراحة شاطرة جدا يا جماعة. اول ما صحتها يعني بتصحى معايا على طول، وبحاول ان انا ايه بقى انيمها بدري. يعني كانت بتسهر وكده، لا بصراحة يعني ايه بخليها بقى على اخر النهار كده تاخد دش تستحمى، واسرح لها واكلها كويس. عشان ايه؟ من ما احس ان الوقت مناسب ان هي تنام. يعني ما بنامهاش لا متاخر قوي ولا بدري قوي برضو، لان هي لسه مش متعوده، فعشان ما تصحاش بالليل. فاهمين؟ فبحاول ان انا ايه اظبط لها موضوع النوم ده واحده واحده. فطبعا بقى ايه، اول ما المنبه بيرن بصحيها. طبعا هنا انا في غسيل هلمه، ده اللي هو تبع الغسيل اللي ناشف اللي هو كان منشور اصلا، مع الغسيل اللي على المنشر الداخلي اللي انا لميته. بس اللي مش هلمه ده انا كنت غسلاه بعد ما لولي رجعت من المدرسة، لان كان الروتين ده بعد ما لولي رجعت من المدرسة. فطبعا كانت غياراتها عايزة تتغسل، غسلتها لها، والغيارات اللي انا بنزل بيها وكده. فقلت بقى ايه اغسلهم وانشرهم. نشفتهم يعني غسلتهم على ايدي ونشفتهم في المنشفة و... ونشرتهم عشان يلحقوا ينشفوا لبكره. فدول سبتهم على المنشر عشان بس ايه، يعني ما تستغربوش ليه انا ما لميتش الهدوم دي. فده الهدوم اللي نشفت، ودي الهدوم كده كده انا لسه نشرها اصلا قبل ما اعمل الفيديو. طبعا شايفين منظر البلكونه صعب جدا جدا. بس بقى يعني قبل ما تشوفوا الروتين العميق اللي عملته في البلكونه، لولي عايزه تسلم عليكم يا حبايب قلبي. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قوي 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 قوي. النهاردة كان يوم حلو قوي في المدرسة، وكانوا عاملين حفلة بقى، تنطيط ورقص وحاجات حلوة قوي. وطبعا ما تنسوش اللايك والاشتراك والكومنت، وصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. والسلام. هنا بقى يا حبايب قلبي، طبعا بقى ايه، هي لولي مبسوطة بالمدرسة جدا جدا، وهي ما شاء الله عليها شاطرة، ويا رب يديمها علينا نعمة كده ان هي تبقى شاطرة، وان هي تبقى بتسمع الكلام وتصحى بدري وتروح مدرستها. وحتى الميس بتاعتها والله قالت لي ان هي مكسوفة جدا. ويعني النهارده كانوا عاملين لهم حفلة اللي هي يعني حفلة تعارف وكده. فهي كانت مكسوفة جدا، حتى بعتوا الفيديوهات بتاعت الأطفال وكده على الجروب وكده. هي الوحيدة اللي واقفة وسط أصحابها، مش بتتكلم ولا بتغني ولا بتعمل أي حاجة، من كتر ما هي كانت خايفة لنا اوديها المدرسة مرجعش اخدها. مش عارفة ليه جالها الإحساس ده. بس هي زي ما تقولوا كل طفل برضو يعني أول مرة لما بياخد تجربة زي كده. وبالذات لولي ان هي ما كانتش يعني هي على طول قاعدة في البيت. يعني اذا ما كناش احنا نخرج وكده، هي يعني ما بتخرجش الا معانا. الحضانة نزلتها فترة وبعد كده ما نزلتش تاني، فهي بيبقى عندها رهبة من الناس. فان شاء الله برضو المدرسة تغير لها الفكرة دي وتبقى ليها صحاب والميس بتاعتها ما شاء الله عليها جميلة جدا، وست محترمة جدا جدا جدا، وذوق في التعامل. فيعني ما شاء الله. طبعا بقى بصوا، عايزاكم تشوفوا المنظر بتاع البلكونة بجد. يعني انا مش عارفه ليه المنظر كده، هل عشان البلكونه على الشارع؟ والله يعني احنا بنمسحها على طول. طبعا بقى انا قلت ايه، الحته والبخاخه مش هتنفع في التراب ده. يعني كنت عايزه امسح الكراسي والترابيزه
بس بيني وبينكم قلت ان التراب اللي في البلكونة والتراب اللي على الترابيزة والكراسي وكده مش هينفع خالص بالحتة والبخاخة، فانتوا كملوا عشان تشوفوا انا هعمل ايه. بعد ما الم التراب اللي طالع من البلكونة ده، مش عارفة اللي يشوف التراب ده يقول الشقة دي مهجورة، محدش بينظف البلكونة بتاعتها. بس والله العظيم لو اقول لكم يوم ويوم البلكونة دي مثلا بتتمسح بتتكنس، بس مش عارفة ليه السبب، يعني ليه المنظر ده. هل عشان البلكونة على الشارع؟ مش عارفة، قولولي لو انتوا بلكونتكوا على الشارع قولولي ان البلكونة عندكم بتتطرب كده. لو انتوا بلكونتكم مثلا مش على الشارع قولولي لا مثلا بلكونتنا بنمسحها كل اسبوع، كل كام يوم. فيعني عايزة ايه اخد رأيكم كده وتعرفوني انتوا الدنيا معاكم ايه يعني. طبعا هنا انا كنت بلم التراب بس معرفش ليه ما كانش باين في الكاميرا، الكاميرا ما كانتش مظبوطة على التراب على طول، بس ركزوا الناحية التانية في المراية هتشوفوا التراب وانا بلمه. فاللي يوصل لحد هنا يقول ايوه انا شفت التراب في المراية، هتقولوا ايه؟ انا شفت التراب في المراية. فطبعا بقى هنا ايه، هروح بقى اجيب المية. جبت بقى طبق مية وحطيت فيه معطر، المعطر اللي هو بتاع المسيح ده، وحطيت فيه شفتوا الشاور اللي هو اللوشن، اللي انا مش عارفه اسمه شاور ولا لوشن ايا كان يعني، اللي جبته للسبلايز بتاع لولي. طبعا كان في ازازتين، خدت انا ازازه وسبت ازازه للسبلايز لان ما رضيتش احط الازازتين لان هم كانوا طالبين واحده بس. فطبعا بقى مع المعطر بتاع المسيح قمت حاطه شويه من الشاور ده في قلب الميه عشان تدي ريحه حلوه وانتعاش كده في البلكونه. طبعا بقى مسكت الكرسي ده شطفته وعلقته كده على المنشر عشان إيه المية اللي فيه والتراب وكده كلها تتصفى على الارض قبل ما امسحها. فهنا بقى ايه علقته كده على الحديد عشان يعني اعرف بقى امسح براحتي. هنا بقى ايه مسكت الكرسي التاني برضو شطفته شطفة كويسة والدنيا تمام. بصوا حسيت بقى هنا بقى بالطراوة، هنا بقى كده حسيت في طراوة كده في الجو، وخلاص البلكونة بقى ابتدت تطري كده، التراب بتحس انه عامل كتمة، يعني والله العظيم يا حبايب قلبي التراب تحس انه عامل كتمة كده. فعايزة بقى رأيكم كده في كل اللي حصل النهاردة وكل الكلام اللي حكينا فيه وفي الروتين العميق بتاع البلكونة ده، لان فعلا البلكونة خدت مني مجهود صعب، وانا اصلا صاحية بدري وما نمتش. وطبعا بقى يعني وديت لولي المدرسة ورجعت البيت، انا حابة ان انا اللي اوصلها بصراحة. يعني في كذا حد يعني من المامز بتوع المدرسة، هم اسمهم مامز، جروب المامز وكده، ها جروب المامز اللي يوصل لحدنا يقول جروب المامز. اقترحوا عليا يعني ان انا اشترك لها في الباص وكده يعني، بس انا لا، انا يعني وكده كده المدرسة يعني هي قريبة مني، يعني يا دوبك مثلا بعدي الطريق وباخد مثلا مواصلة واحدة، يعني ما فيش 5 دقايق 3 دقايق كده وبكون وصلت يعني. بس انا باخد المواصلة دي عشان لولي رجليها بتوجعها، يعني ما بتحبش تمشي كتير. وفي نفس الوقت احنا اصلا لما بننزل من البيت على ما بنعدي الناحية التانية عشان ناخد المواصلة اللي تودينا للمدرسة، فبنمشي يعني ايه حبة كده، فهي ايه رجليها بتوجعها، فانا ما بحبش ان انا اضغط عليها، فعشان كده باخد المواصلة دي بس عشان توصلها ايه للمدرسة. فطبعا بقى انا حابه كده، انا حابه ان انا اللي اوصلها وانا اللي اوديها وانا اللي اجيبها. وطبعا لما باباها يكون مثلا في وقت موجود يعني واخد اجازه، لان باباها طبعا بيبقى معظم الوقت في الشغل وكده، فلما يكون واخد اجازه وكده هو ايه برضو هيبقى يوديها يجيبها. بس برضو لازم ابقى مديه علم للميس، لان الميس يعني شرط على كل المامز اللي في المدرسه ان بالذات بتوع كيجي دول لازم تنبيه. طبعا اقرارات كتير ماضينا عليها وحاجات زي كده، لازم يعني حتى لو ليها اخ كبير لازم ادي تنبيه للميس ان مثلا اخوها جاي ياخدها النهاردة، اخوها هو اللي هيجيبها النهاردة، باباها جدها خالتها عمتها كده، جدتها خالها كده، لازم يعني لازم ان انا اكون منبهة ان في حد هيروح ياخدها. فدي بصراحة حاجة كويسة وحاجة بسطتني جدا وكانت فكرة حلوة. فطبعا بقى انا يعني مش حابة فكرة الباص، فاهمين انا اقصد ايه؟
لا مش حباها يعني، لا انا حابه الفكره ان انا لا انا اروح واوديها واجيبها. وانتوا برضو عايزه رايكم، اللي يوصل معانا لحد هنا يقول لي رايه هو، يعني كل واحده فيكم بتحب هي توصل سواء بنتها او ابنها او ايا كان، لو عندها عدد اولاد اكتر هي بتحب توصلهم بنفسها، ولا بتحب فكره الباص، ولا مثلا بتبعتهم مع حد؟ قولوا لي انتوا بتحبوا ايه. انا قلت لكم انا بحب ايه. انا الصراحه حابه فكره ان انا لا انا اللي اوديها، انا اللي اجيبها كده، انا حابه الفكره دي. فبرضه عايزاكم انتوا بتتفرجوا على الروتين العميق ده، والبلكونه بعد ما نطفت وبقت بتبرق والسيراميك بقى بيلمع، عايزاكم برضه قولوا لي يا قولوا لي، تقولوا لي انتوا بتحبوا ايه. بتحبوا انتوا توصلوا اولادكم بنفسكم، ولا بتحبوا فكره الباص، ولا بتبعتوهم مع حد؟ فيعني ادينا بنشارك بعضنا برضو في الرأي، وبنشوف احنا بنحب ايه وما بنحبش ايه. بصوا بقى، ده كان نهاية الفيديو بتاعنا. وبصوا منظر البلكونة، محتاجة بقى ايه كوباية ايس كوفي، لان انا ماليش في القهوة الصراحة. كوباية ايس كوفي كده تظبط الدماغ. بصوا المنظر، تحفة تحفة تحفة. ولو عايزيني في مرة اوريكم وانا بعمل كوباية الايس كوفي بتاعتي، قولوا لي اهو، احنا عشان نعرف ان احنا وصلنا مع بعض لهنا. قولوا لي يا لولي اعملي فيديو وانتي بتعملي الايس كوفي بتاعك، وهعمل لكم فيديو ان شاء الله وانا بعمل الايس كوفي بتاعي. ونشوف وشكم على خير يا احلى متابعين في الدنيا.